بص، انت بتفكر طول الوقت قبل ما تنام، وانت صاحي، وانت بتذاكر، وانت حتى قاعد بتضحك مع صحابك. انت قاعد بتفكر في دايما صوت شغال جوه دماغك. بتحلل، بتتوقع، بتقلق، بتخاف، بتحط كل الاحتمالات الممكنة والاحتمالات اللي مش ممكنة كمان. ولو فضلت بالشكل ده دماغك هتنفجر. احب اقولك انت مش مجنون، انت واعي. بس الوعي من غير توجيه بيتحول لعقاب. خلينا النهارده نتكلم عن الاوفر ثينكينج وليه بيحصل وازاي تستغله لصالحك. التفكير الزياده مش غلطه ومش ضعف، هو ببساطه ان دماغك عندها طاقه عاليه جدا بس مش عارفه تروح فين. لما بتكون خايف من حاجه او قدامك مسؤوليه او عندك قرار مهم، المخ بيدخل في حاله اسمها التحليل المفرط. تبدا تسال نفسك: طب لو عملت كده؟ طب لو حصل العكس؟ طب انا ليه كده اصلا؟ طب هل انا كده طبيعي؟ طب الناس شايفاني ازاي؟ هل انا كفايه ولا لا؟ الاف الاسئله اللي بتيجي في دماغك، وكل سؤال بيجر وراه 10 اسئله، وتلاقي نفسك دخلت في متاهه ومش عارف تطلع منها. والمشكله انك بتفتكر انك بتفكر كويس، بس الحقيقه ان انت بتجلد ذاتك. فبدل ما تهرب من دماغك، اتعلم ان انت تروضها. التفكير الزياده مش عدوك، هو عامل زي عضله قويه جدا، بس محدش علمك ازاي تستخدمها. عارف السلاح اللي ممكن يدمر هو نفسه اللي ممكن يحميك، بس الفرق في اللي ماسكه وبيستخدمه ازاي. وانت ماسك دماغك، يا اما تستخدمها لصالحك يا اما تسيبها تدمرك. طيب ازاي تحول التفكير الزيادة ده لطاقة بتخدمك؟ اول حاجة، اكتب. ما تسيبش دماغك تزاحم نفسها. دماغك مش معمولة عشان تخزن كل حاجة، هي معمولة علشان تعالج، تحل، تفكر، لكنها مش معمولة علشان تحفظ كل الافكار اللي انت بتحطها. كل ما تحاول تمسك افكار اكتر جوه دماغك، كل ما الضغط بيزيد وكل ما الافكار بتتشابك اكتر. فالكتابة بتعمل حاجتين مهمين جدا. اول حاجة انها بتفضي دماغك من الافكار الزحمة دي. تاني حاجة انها بتخلي الفكرة قدامك مش جواك، فبتبطل انها تهاجمك. جرب انك تجيب ورقة وقلم واكتب فيها كل حاجة شغلة تفكيرك، من غير ترتيب ومن غير تجميل ومن غير تفكير. طلع كل الافكار على الورق، مجرد انك بتخرج افكارك. ولما تخلص بص على الورقة دي وهتكتشف ان 70% من اللي كان شاغل دماغك هو تهويل. انت بتحول الحبة لقبة. تاني خطوة عشان تتخلص أو تستخدم الأوفر ثينكينج لصالحك هي إنك تحدد وقت للتفكير، تخليه تاسك مش عادة. مش أي وقت ينفع للتفكير، خصوصا لما بتكون مرهق أو متوتر أو قبل النوم. ده مش وقت علشان تفكر فيه. اللي بيحصل إن عقلك اللي هو أسوأ أعدائك بيختارك في أسوأ لحظة. بس الصح إنك أنت اللي تختار الوقت اللي تفكر فيه. تحدد لعقلك الوقت اللي يبدأ يشتغل فيه بطريقة معينة. خلي عندك وقت كل يوم وسميه ميعاد التفكير. 15 دقيقة، نص ساعة، ساعة، ساعتين، مهما كانت المدة اللي انت بتخصصها. انت عارف ان هو ده الوقت اللي انت بتفكر فيه. وقت انت بتكون فيه مرتاح، تقدر تفتح ملف في دماغك وتفكر براحتك. بس بعد ما الوقت ده بيخلص انت بتقفل الملف. اي فكرة بتيجي بعد كده بتقول لنفسك ان ده مش وقتها. دلوقتي هو وقت تنفيذ الخطة، وقت تنفيذ الافكار مش التحليل. صدقني لو دماغك عرفت ان ليها وقت معين تشتغل فيه هتهدى باقي اليوم. الخطوة الثالثة هي انك تحول التفكير من الدراما للحل. التفكير المفرط دايما بيركز على الأسوأ، دايما بيركز على السيناريوهات السلبية. بتلاقي أفكار بتهاجمك، بتقولك طيب لو فشلت، طب لو سقطت، طب لو حد انتقدني. بس القوة الحقيقية هي انك تغير نوع السؤال اللي بتسأله لنفسك. يعني بدل ما تسأل نفسك ليه دايما الدنيا ضدي، اسأل نفسك ايه اللي اقدر اعمله علشان اجهز نفسي لأي حاجة مفاجأة، لأي حدث مفاجئ بيحصل لي وبيقابلني. بدل ما تسأل نفسك او تقول لنفسك طيب لو ما عرفتش، غير السؤال. خلي السؤال ايه اول خطوة ممكن ابدأ بيها دلوقتي حالا. الفرق بين السؤالين هو ان الاول بيسحبك في دوامة، لكن التاني بيحركك خطوة لقدام، خطوة تجاه أهدافك. اسأل نفسك دايما هل أنا بفكر علشان أتحرك ولا بفكر عشان أفضل في مكاني وأخوف نفسي أكتر. وعيك بالطريقة اللي أنت بتفكر بيها بيخليك متحكم أكتر في أفكارك. بص، أنت دماغك مش وحش، بس لو سبتها من غير قائد
هي اللي هتسيطر عليك وتسوقك في طريق ضلمة. خليك انت القائد على افكارك وعلى دماغك. كل مرة دماغك بتبدأ تفكر فيها بشكل مفرط او زيادة عن اللازم، افتكر انك تقدر تستغل ده لصالحك. المفكرين الكبار والمبدعين والعباقرة كلهم كانوا بيفكروا زيادة، بس ما كانوش ضحايا لافكارهم، كانوا بيقدروا يستخدموها، بينظموها وبيخلوها المحرك اللي يزقهم لقدام، مش عائق قدام اهدافهم. التفكير الزيادة مش لعنة، لكنه طاقة كبيرة جدا، بس لو انت معرفتش تستخدمها لصالحك هي هتستخدمك. فخليك اقوى من كده، وتعلم انك تروض وتستخدم وتسيطر على دماغك وتخليها تشتغل ليك مش ضدك. اشوفك الفيديو الجاي. سلام.